ازيكم عاملين ايه؟ قلنا في الفيديو اللي فات ان القلاية ممكن تغنيكي جدا عن الميكروويف في فك التجميد واعادة التسخين، وجربنا مع بعض ان احنا نفك تجميد لحوم، لحمة مفرومة وسجق بلدي. النهاردة هنستخدم القلاية في اعادة التسخين. ينفع تسخني في القلاية اي اكل عادي، عيش او بيتزا او معجنات او مقليات، بس بشوف ناس كتير بتقول ده القلاية بتنشف الاكل. الفكرة كلها في ان انت تظبطي درجة الحرارة مع الوقت بحيث ان الاكل ما ينشفش منك. في ناس كتيرة بتقع في الغلطة دي، واول ما بتشغل القلاية في اعادة التسخين بتستخدم درجة حرارة عالية اللي هي 200 او 4. دي الغلطة اللي بتخلي الأكل ينشف. النهاردة أنا هستخدم القلاية في إعادة التسخين. هسخن بيض مسلوق. في ناس كتير عارفة أو معظمنا عارف إن ما ينفعش نسخن البيض المسلوق في الميكروويف. أنا جربته قبل كده وسخنته في القلاية كتير، فعشان كده هوريكم الطريقة. في ناس كتيرة بتسوي فيها البيض عادي، بس أنا ما جربتش تسوية البيض فيها. هسخن فيها تاني نوعين عيش مختلفين، عيش بلدي وعيش عادي. هنبدأ بتسخين البيض المسلوق الأول. أنا حطيته في طبق عشان إن أنا أقدر أطلعه من القلاية بسهولة، بس عادي ينفع تحطيه في الحلة أو الشبكة مباشرة. ولو حطيتي الحاجة في طبق حطي ورق زبدة تحته عشان تحافظي على طبقة التيفال بتاع القلاية. هنبدأ نظبط درجة الحرارة. أنا هستخدم درجة حرارة متوسطة، هستخدم درجة حرارة 2. هنستخدم السخان العلوي فقط، مش محتاجين السخان السفلي في حاجة. هنظبط الوقت على 5 دقايق وهنشغل القلاية. البيض بعد ما تسخن، البيض بلدي حجمه متوسط. لو اكبر من كده، لو البيضة حجمها اكبر من كده ممكن تزودي دقيقة كمان، ولو كنتي حطاه في التلاجة زودي برضو دقيقة كمان حسب حجمه وحسب ما كنتي حطاه في التلاجة او لا. هنكمل في تسخين العيش. انا معايا عدد 2 رغيف عيش. العيش بتاعي ده رفيع مش تخين اهو. السمك بتاعه ده، العيش اللي هو الرفيع ده لسه مطلعاه حالا من الديب فريزر، يعني هو مجمد. هنستخدم السخان العلوي والسخان السفلي، وهنظبط الوقت على دقيقتين او الوش على دقيقتين، درجة حرارة 2 او 150 في القلايات غير الديلونجي. كده خلصنا الوش الاولاني في العيش. هنبدأ نقلب العيش، خليه فوق تحت واللي تحت فوق. هنكمل تاني دقيقتين على نفس درجة الحرارة، درجة حرارة 2 في القلايات الديلونجي. وهنستخدم السخان العلوي فقط ومش هنستخدم السخان السفلي. هنقفل. كده خلصنا تسخين العيش في القلاية. بصراحة كأنه لسه معمول وما نشوفش ولا حاجة اهو. العيش اهو تسخن حلو جدا من تحت ومن جميع الجهات. هنكمل في تسخين العيش البلدي. العيش ده انا لسه مطلعاه من الديب فريزر حالا. ممكن نعمله كده، نفرقه عن بعضه عشان ما ياخدش وقت طويل معانا في التسخين. هنستخدم السخان العلوي والسخان السفلي، وهنظبط الوقت على 3 دقايق او الوش على درجة حرارة 2 في القلاية ديلونجي او 150 في القلايات غير ديلونجي. كده خلصنا تسخين العيش الوش الاولاني. هنقلب بقى على الوش التاني برضو، هنطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان يبقى التسخين متساوي. هنكمل تاني دقيقتين على نفس درجة الحرارة، درجة حرارة 150. السخان العلوي فقط، مش هنحتاج السخان السفلي، هنقفله مش محتاجينه. وهنكمل تاني. كده انا خلصت تسخين العيش البلدي. بصراحة شايفاه كأنه لسه معمول حالا، منشفش ولا حاجة، حلو جدا. حاولي لما تطلعي العيش تحطيه دايما في كيس عشان ما ينشفش منك، بينشف من الهواء مش من التسخين. كده اخدنا اجمالي الوقت في تسخين العيش البلدي 5 دقايق. الوش الاولاني 3 دقايق على درجة حرارة 2 او 150 في القلايات غير الديلونجي. استخدمنا السخان العلوي والسخان السفلي في الوش الاولاني. تاني وش كان دقيقتين، وقفلنا السخان اللي تحت وقلبنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق وكملنا تسخين. اما العيش العادي اخد مني 4 دقايق، كل وش دقيقتين، وقلبنا برضو في نص الوقت على نفس درجة الحرارة، درجة حرارة 2 او 150 في القلايات غير الديلونجي. اما البيض اخد مني حوالي تسخين 5 دقايق، وطبعا حسب الحجم ممكن ياخد منك وقت اكتر من كده او وقت اقل حسب حجم البيض. وكمان لو انت كنت حطاه في التلاجة حاولي تقللي الحرارة شوية عن كده وتزودي الوقت. ملحوظة يا جماعة، الكمية بتفرق. يعني لما تسخني رغيفين عيش مش زي ما تسخني 5 رغيف عيش. وكمان لما تكوني مطلعاها من الفريزر غير لما تكوني بتسخني حاجة بدرجة حرارة الغرفة. الحاجة المجمدة يفضل ان انت تقللي الحرارة فيها على قد ما تقدري.
لو عندك تقدري تظبطي الحرارة على اقل من 150 كمان في الحاجات المجمدة يبقى افضل. كل ما تقللي الحرارة كل ما التسخين هيكون افضل وافضل، بس في المقابل هتزودي الوقت شوية. طبعا ينفع تستخدمي القلاية لتسخين اي حاجة انت عايزاها، بس الفكرة كلها في ان انت هتقللي الحرارة او ازاي هتظبطي الحرارة. هتقللي الحرارة جدا مع الحاجات اللي فيها رز او مكرونة، تخليها مثلا 100 او 80 درجة حرارة، 100 او 80 ما تعديش عن كده عشان الحاجة ما تنشفش منك. وفي ملحوظة كمان حابة اقولها، ان انت لو انت كنت مسخنة القلاية قبل كده او مستخدماها ينفع تحطي الحاجة فيها تتسخن على طول من غير ما تشغلي القلاية. يعني العيش ممكن تحطيه على طول في القلاية لو انت كنت مسخناها قبل كده او مستخدماها قبل كده، هتلاقيه تسخن على سخونة القلاية نفسها من غير ما تشغلي القلاية. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم اي سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا. وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم جدا.